انا مش بكره زيزو، بس انا بحب الزمالك. انا بحترم زيزو، بس بحترم اكتر الكرامة بتاعت نادي الزمالك. الشعار ده والفارس اللي موجود هنا ده مش من فراغ. حبك للشعار ده مش من فراغ. حبك للفارس اللي ماسك السهم ده مش من فراغ. ده ليه مليون معنى والف معنى، حضرتك عارفه وانا عارفه. الفيديو ده للزملكاويه اللي بيشغلوا دماغهم، الزملكاويه اللي مش بيستنوا ان الصدمات تجيلهم، الزملكاويه اللي بيمشوا مرفوعين الراس وصدرهم مرفوع وبيروحوا هم للصدمات، بيروحوا هم للتحديات، بيروحوا يواجهوا اي ظروف. فلو حضرتك من الناس دي اقعد معانا، هنفتح تحقيق مع بعض في ملف زيزو. مش هنستنى ليوم الخميس او اللي بعد الخميس او الاسبوع اللي بعديه او لاخر الشهر او لاخر الموسم عشان نعرف الحقيقة. مش هنستنى ان الصدمة تجيلنا او مش هنستنى ان الفرحة تجيلنا. احنا هنروح للاتنين، هنقعد مع بعض نفتح الملف. لو حضرتك من الناس اللي بتشغل دماغها اقعد معانا وهنفهم كل حاجة مع بعض. ولو قلت كلام مكرر، كلام ملوش اي معنى، كلام سمعته قبل كده في اي حتة، كلام غير منطقي، ما احترمتش دماغ حضرتك، اعمل لي ديسلايك، اشتمني في الكومنت تحت، بلغ عني. لما يظهر لك الفيديو بتاعي دوس الثلاث نقط اللي فوق اللي في اي حتة، قول لليوتيوب انا مش عايز اشوف القناة دي تاني، ومش هيتعرض لك تاني، واليوتيوب مش هيرشح فيديوهاتي لاي حد تاني. لكن الكلام اللي انا بقوله لو منطقي اديني حقي، سواء بتعليق، سواء باشتراك، سواء بلايك، سواء بايا كان، عشان الفيديو يوصل لشريحة اكبر عايزة تفهم الحقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح التحقيق في ملف زيزو، سواء بالتجديد او بالرحيل او بالانتقال للنادي الاهلي. هناخد الجزء الاول معانا، السكوت القاتل. زيزو في وش العاصفة، في وش جماهير بالملايين، في وش المدفع، الكلام كله بيدور حواليه، ترندات عليه، قنوات بتطلع تتكلم عليه، صحفيين، رؤساء نوادي، ناس مسؤولين في الرياضة المصرية بتتكلم عن موضوع زيزو. وهو رد فعله ايه؟ سكوت تام. فين الفيديو اللي بينفي اي شكوك حواليه واي كلام عليه؟ فين البوست او التصريح اللي بيطمن الناس فيه؟ فين انا ابن النادي ومش هسيبه، والنادي ده هو اللي عملني، والجماهير دي هي اللي عملتني؟ سكوت تام. ناس تطلع تواصلنا مع زيزو، زيزو اقسم بالله ان هو ما مضاش في حته. انت حضرتك بتتواصل معاه في السر، وبتتواصلوا مع بعض في السر، والجماهير مولعه نار، جماهير نادي الزمالك مولعه نار بمعنى الكلمه. كل ده بيبين لنا ان ده واحد بيحسب خطواته بكل هدوء، وبيشوف فين المكسب والخساره. الجزء الثاني، الاعلام بيتكلم ولا لا؟ فاكرين قبل ما كهربا يروح الاهلي الدنيا ولعت، الدنيا شعللت، الاعلام اتجنن. نفس الكلام حصل قبل ما امام يروح، الدنيا والعه، الاعلام خلاص جات له حاله جنون، الاعلام كله بيتكلم. موضوع زيزو، انت الاعلام بيتكلم ومش بيتكلم في نفس الوقت. ناس بتطلع تقول انا عندي مصادر، وناس بتطلع تقول محدش معاه مصادر. مصدر عن مش عارف ايه ينفي، مصدر جريدة مش عارف ايه تؤيد، مصدر بتصريح ناري رسميا زيزو مضى مع الزمالك، رسميا زيزو في الاهلي، رسميا مش عارف ايه. كله تحت الترابيزه زي ما بنمشي. محدش يطلع يقول سيب الناس تزرع فتن عشان الجماهير تقلب على زيزو، وخلينا احنا قاعدين في السليم. الجزء الثالث، الزمالك ملوش ظهر. الاداره بتحاول تقعد معاه وتجدد له بعد فوات الاوان، بس مفيش حاجه مؤكده. فلوس مش كفايه، استقرار مش موجود، سلطه وباور لمجلس الاداره مش هنا خالص. الجزء الرابع، الجمهور ضحيه. جمهور نادي الزمالك هو اللي على طول بيتحط في الاماكن دي، هو اللي بيتحط في الازمات دي. احنا اللي دايما بنصدق اللعيبه، بنغفر ليهم، بنختلق لهم اعذار طول ما اللعيب معانا، بس لما يمشي هنقول احنا كنا عارفين، بس احنا غلطنا ان احنا مشينا ورا العاطفه، وبنجلد نفسنا. وده
اكبر غلط. اخر جزء معانا والختام والملخص للكلام اللي احنا قلناه ده كله والفرشة اللي احنا فرشناها. تعال نجمع كل المعلومات اللي عندنا وكل التحقيقات اللي احنا عملناها وكل الحاجات اللي احنا سمعناها، وكل المعلومات دي نجمعها مع بعض، نحطها نربطها ببعض في اقل من دقيقتين. وعشان نوصل للحقيقة منها هنستبعد كل الحاجات اللي مستحيلة ان هي تحصل، واللي هيتبقى مهما كان بيوجع ومهما كان غريب ومهما كان ان هو غير منطقي، هو ده الحقيقة. مفيش كلام. واحد، هل زيزو طلع وقال انا هروح الاهلي؟ ما حصلش. مفيش دليل مباشر ومفيش تصريح مباشر زيزو قال كده. اتنين، هل في توقيع رسمي معلن من زيزو للنادي الاهلي او من والد زيزو للنادي الاهلي؟ مفيش، لان لا النادي الاهلي اعلن ولا نادي الزمالك اعلن. ثلاثة، طب هل مفيش اي مفاوضات حصلت اصلا؟ ده مستحيل. في مفاوضات حصلت وفي تواصل حصل مع والد زيزو ومع زيزو وعروض مالية كبيرة اتحطت على الترابيزة. أربعة، هل إدارة نادي الزمالك تقدر تأمن استمرار زيزو 100%؟ مستحيل. الوضع المالي صعب جدا، عقوبات على نادي الزمالك، الناس جوه الإدارة غير مستقرة مع بعضيهم، في تصارع كبير معرفش على إيه، وفي لعيبة أصلا غير زيزو لسه ما جددتش. تعالى بقى نطلع النتائج اللي احنا وصلنا لها من التحقيق ده كله. هنستبعد المستحيل واللي هيتبقى هو ده الحقيقة، هو ده الصدمة اللي احنا هنروح لها، عشان لو جات لنا نبقى احنا قدها، نعرف نحاسب مين وما نحاسبش مين، نعرف مين قصر ومين ما قصرش، نعرف مين خان وباع ومين ما خانش وما باعش. زيزو ما اعلنش حاجه، الاهلي ما اعلنش حاجه، الزمالك ما اعلنش حاجه. الزمالك متأزم، اللاعب صامت صمت الموتى، والاعلام مريب. اذا اللي اتبقى الحقيقه اللي هي في ناس مش هتقتنع بيها. زيزو مضى بالفعل او اتفق بنسبه 90%، والاعلان الرسمي والكلام الرسمي هيطلع في اخر الموسم، لان هم عايزينه يكمل مع الزمالك تدريبات ولعب عشان لما يروح لهم يبقى جاهز. غريبة موجعة، هو ده تحليلنا الوحيد ونتائجنا الوحيدة. حاسبني بعدين، ممكن نبقى غلط، ممكن نبقى صح، اي حاجة واردة، كل حاجة واردة. احنا بنحلل بمنطق وسط تعتيم ووسط لعب من تحت لتحت ووسط ناس يعني اعوذ بالله، وسط محاربة للزمالك غير طبيعية، ولكن بنقول اللي من وجهة نظرنا بعيدا عن الكلام اللي هو مهري. الناس اللي بتنزل فيديو و2 و3 في اليوم تتكلم على زيزو وموقف زيزو، ناس زملكاوية او اهلاوية. فحضرتك اللي احنا بنقوله حاسبنا عليه دلوقت لو ما دخلش دماغك، وحاسبنا عليه بعدين لو طلعنا غلط، وهنطلع نعتذر وهنطلع نقول احنا اسفين. تحليلنا ما كانش منطقي، تحقيقنا كان ناقص، معلوماتنا ما كانش ليها اي قيمة. انا مش بكره زيزو، بس انا بحب الزمالك. انا بحترم زيزو، بس بحترم اكتر الكرامة بتاعت نادي الزمالك، وبحب اعرف الحقيقة قبل الصدمة، مش بستنى الصدمة تجيلي بروح لها زي ناس زملكاوية كتير. الشعار ده والفارس اللي موجود هنا ده مش من فراغ، حبك للشعار ده مش من فراغ، حبك للفارس اللي ماسك السهم ده مش من فراغ، ده ليه مليون معنى والف معنى، حضرتك عارفه وانا عارفه. لو انت حضرتك استنيت لحد هنا وبتدعمنا ومتفق معانا، ولو بتحب الزمالك زينا او اكتر مننا، اكتب في التعليق تحت انا مش ضد زيزو، انا مع الحقيقة، انا مع الزمالك. بس كده، كان معاكم كريم من قناة زمالكولوجي. دي مش قناة تحليل وقناة هري وخلاص زي اي حد، دي قناة تحقيق عشان نوصل للحقيقة وكلها زمالك، مش بنتلون، مش بنطلع نطبل لأي حد، ولا بنجري ورا ارقام ولا كام الف مشاهدة ولا ورا ريتش ولا اي حاجة. اللي عايزينه ان احنا نوصل لناس زملكاويين شبهنا، نطلع نتكلم معاهم ونفكر مع بعض، نريح بعض، نعبر عن بعض بطريقتنا، بطريقة الزمالك، بطريقة الشعار ده، بس كده.
اشوفكم على خير ان شاء الله. شكرا للمشاهده. كريم من قناه زمالكولوجي، سلام.